الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد. أنا داير أتكلم عن حقائق مؤلمة عن الحرب الحاصلة في السودان. قد تلقى كثير من السياسيين اليوم بيحللوا وبيدندنوا حول الحاصل في السودان. قالوا سبب الحرب في السودان الاقتتال على السلطة، لكن أنا داير أحلل الموضوع ده تحليل شرعي، تحليل ديني. وأنا داير أذكر الشعب السوداني قبل 7 سنوات بالتقريب كنا نعيش في أمن وأمان ورخاء وسخاء، ثم ابتلانا الله سبحانه وتعالى ببعض المصائب بما كسبت أيدينا، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله ابتلانا بصفوف في البنزين وصفوف في الأفرام والمواصلات وانفلات جزء من نعمة الأمن. كل الابتلاء ده عشان نرجع لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال العلماء: الحسنات أي النعم، والسيئات أي النقم. لعلهم يرجعون أي إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. لكن نحن ركبنا راس وقلنا ما نرجع لله سبحانه وتعالى. طلعنا مظاهرات، قلنا دارين نغير الوضع ده، وتغيير الوضع ده قمنا غيرناه بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: اسمع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الناس أبوا يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، طلعوا مظاهرات تسقط 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 تسقط. قالوا نملة السكر ساعكم الجيش أسرقوا العيش ساعكم الأمني المبدأ الزمني ساعكم الدشة العايزة الكشة ساعكم غبية. وقالوا دارين مدنية ضد الدولة الدينية. وللأسف الشديد في داخل المظاهرات في ناس قالوا دارين البنجو جهر بالمعاصي، قالوا دارين البنجو محل الشاي عايش مسطول يوميا. عشان عرقي يكون مجان، عشان عرقي يكون مجان ببطاقة تموينية، ببطاقة تموينية، والبنجو محل الشاي، والبنجو محل الشاي عايش مسطول يوميا، عايش مسطول يوميا. وفي ناس قالوا والله المتاريس دي لو الله مد يده على المتاريس دي قال لقطعناها. غير من الضلالات والانحرافات ده كله كان حاصل في المظاهرات. ثم بعد ذاك دعونا على أنفسنا في المظاهرات دي، دعينا على أنفسنا، قلنا الجوع والالتزام. هذا الجوع جانا وهسه نحن جعانين إلا من رحم الله. قالوا الدم قصاد الدم وما بنقبل الدية. الدم قصاد الدم وما بنقبل الدية، الدم قصاد الدم وما بنقبل الدية. هسه الدم يهود الآن سائل، دية ذاته ما في. لا يدري القاتل فيما قتل. يقتلوك ويشيلوا عرباتك، يقتلوك ويغتصبوا بناتك وينهبوك، وما بتقدر تاكل لقمة عيش، وشردت من بلدك، من ولاية لولاية، من قرية إلى قرية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم. ما في زول يدعو على نفسه. نحن خالفنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة الحاصل في السودان الآن بسبب معاصينا وذنوبنا، رضي من رضي وأبى من أبى. دي الحقيقة، دي الحقيقة لابد نخدها. ونحن حالنا كحال القرية التي ضرب الله لنا بها مثلا في القرآن. شوف الآية دي: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال أهل العلم: هذه القرية كفرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، عصت الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن عصينا الرسول عليه الصلاة والسلام، عصينا محمد عليه الصلاة والسلام، أبينا نسمع كلامه. قال لنا: ما تخرج على الحاكم خرجنا، ما تفعلوا كذا فعلنا. عشان كده دي عقوبة يا جماعة، دي عقوبة من رب العالمين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وده اللي واقعين فيه نحن الليل الآن بسبب معصيتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة الحل لهذه الحرب إنه نحن نرجع لله تعالى بالتوبة والاستغفار وبفعل الطاعات وبترك المحرمات، وخصوصا التوحيد. زول يكون معلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة والعافية، وأمل نلتقيكم في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.